مساء الورد. أحمد السيد يحييكم. هنتكلم في الفيديو بتاع النهاردة بتاريخ يوم الاثنين 21 أكتوبر 2024 عن مباراتي نصف نهائي كاس السوبر المصري اللي كانت بين النادي الأهلي ونادي سيراميكا ونادي الزمالك ونادي بيراميدز. طبعا شفنا اللقاء الأول انتهى بفوز نادي الزمالك بضربات المعاناة الترجيحية بنتيجة 5-4. النادي الاهلي قدم ما شاء الله مستوى ولا اروع قدام فريق سيراميكا المجتهد، ولكن خبرة النادي الاهلي وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى وخبرة لعيبة النادي الاهلي ككل وخبرة مصطفى شوبير ما شاء الله اللي اكتسبها من مشاركاته المحلية والافريقية مع النادي الاهلي ادت لفوز النادي الاهلي على فريق سيراميكا. النقطة أو يعني الجزئية اللي أنا عايز أركز فيها لمصطفى شوبير بعد جول التعادل لنادي سيراميكا في النادي الأهلي، في كورة اتخطفت من نص الملعب، يعني بعد ما نادي سيراميكا أحرز هدف التعادل عن طريق اللاعب فخري لقاي، في كورة ارتدت بعد سنطرة لعيبة النادي الأهلي في نص الملعب للعيبة سيراميكا، ولولا انقاذ مصطفى شوبير البارع للكرة دي كانت النتيجة هتبقى 2-1 في في اقل من دقيقتين. طبعا جول طاهر محمد طاهر الاول ده جول جميل جدا في نادي سيراميكا، بيفكرنا بجول كابتن عمرو زكي في النادي الاهلي في نهائي كاس مصر سنة 2007 لما طلع كابتن امير عبد الحميد بالبوكس وحصل لخبطه في الدفاع بين كابتن عماد النحاس وكابتن شادي محمد، وطلع عمرو زكي بتعليق جنرال كابتن مدحت شلبي يومها قال طلع زي الاسد الجسور، فطلع طاهر محمد طاهر ما شاء الله زي الاسد الجسور وقدر يجيب جول مميز جدا. طيب ايه اللي احنا يعني كمشجعين في المقام الاول للنادي الاهلي طالبينه من مستر كولر في ماتش النهائي يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله، نهائي كاس السوبر المصري بين نادي الاهلي ونادي الزمالك الساعه 8 مساء؟ ايه اللي احنا طالبينه من مستر كولر؟ طبعا الماتش هيكون سجال ان نادي الزمالك نادي كبير، يعني احنا هنتكلم بقى هنقارن دلوقتي حالا بين كاس هنلعب كاس السوبر النهائي، هنقارن بين ماتش كاس السوبر وماتش كاس السوبر الافريقي اللي هو انتهى بفوز نادي الزمالك بضربات الجزاء على النادي الاهلي. طيب انا كاحمد السيد كاهلاوي نصيحتي من وجهة نظري المتواضعة اشراك مصطفى شوبير من بداية المباراة مع كامل الحب والتقدير والاحترام لكابتن محمد الشناوي. مصطفى شوبير ما شاء الله بيعيش أزهى عصوره اليومين دول، وعنده من الخبرات الكافية اللي تؤهله انه يحرس عرين النادي الاهلي. ما شاء الله مصطفى شوبير حارس كبير، نضل مصطفى شوبير يعتمد عليه باذن الله، ربنا يحميه. طيب ايه اللي احنا ممكن يعني برضو نقترح او وجهة نظرنا، مش هنقول نقترح، وجهة نظري المتواضعة غير حراسة المرمى، الهجوم. انت كمستر كولر عايز الماتش تحسمه او يكون في تنافس ان نادي الزمالك يا جماعة مع مستر جوميز البرتغالي فريق قوي. نادي الزمالك اليومين دول ما شاء الله، وانا اهلاوي، انا كاحمد السيد اهلاوي، نادي الزمالك قوي زي جيل 2007، جيل قوي وجيل بيحب الفانيلا البيضة واللعيبة كلها خبرات واللعيبة كلها مخلصة لنادي الزمالك، وكذلك لعيبة النادي الاهلي. فانت عايز تحسم الماتش يبقى عندنا وسام ابو علي وعندنا بيرسي تاو او وسام ابو علي وطاهر محمد طاهر، يعني 3 مهاجمين عندنا وسام ابو علي وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر. لو هنلعب بالتشكيله اللي هي 4-4-2 يبقى عندي وسام ابو علي وطاهر. المعنى ايه اللي انا اقصده من الكلام؟ اللي احنا نبدا بالقوه الضاربه للنادي الاهلي،
يعني احنا اتعودنا من مستر كولر دايما اللي هو اللي بيصير اللقاء مش العكس. ما بقاش انا رد الفعل، لا انا ابقى الفعل. يعني ما استناش لما النادي الاهلي يتاخر في النتيجه وابدا بعد كده اشرك يعني لعيب او اتنين سواء في مركز او اتنين. فنبدا بالتشكيله المثاليه من بدايه اللقاء، واشيل من دماغي تماما ماتش فريق العين الاماراتي، لان اللي احنا لاحظنا عليه مستر كولر على غير عادته وكلنا ثقه فيه وبنحبه. الماتش اللي فات هو قاعد بيكتب، انا يعني استنتجت ان هو بيفكر في ماتش النهائي اللي هو بتاع الزمالك، ماتش الزمالك وماتش العين الاماراتي في بطوله الانتر كونتيننتال. نركز ماتش بماتش. الاصابات او الحاجه دي بتريح لعيبه، الاصابه دي بتكون قضاء وقدر. لو شفنا النهارده ماتش الهلال والعين الاماراتي في كاس اسيا، الماتش انتهى للهلال 5-4. يعني ده ماتش بلاي ستيشن، النهارده كان ماتش النهارده يوم الاثنين من شويه انتهى. طيب احنا يعني هنلاعب العين الاماراتي، خسر من فريق الهلال السعودي 5-4. فريق الهلال ما شاء الله حدث ولا حرج. يعني فريق الهلال السعودي احنا ملاعبينه اخر مره تقريبا من سنه، او يعني من سنتين او من سنه ونص. لا النادي الاهلي لو لعب الهلال دلوقتي هيكون ماتش صعب، يعني ممكن يخلص ضربات جزاء تعادل. لا الهلال فريق قوي. فاحنا مش عايزين نستبق الاحداث، احنا هنلعب ان شاء الله نادي الزمالك يوم الخميس اللي جاي، نركز في الماتش ده. وبعد كده يوم العين، ماتش العين الاماراتي ان شاء الله في استاد القاهره يوم 29 اكتوبر، نركز بس نمشي ستيب باي ستيب. لان بطوله كاس السوبر المصري بطوله كبيره وبطوله مهمه لجماهير النادي الاهلي. الاحرازه بيدي يعني بتكون المعنويات عاليه، وبيدي يعني ايه فرحه وسرور، وبطوله محببه للنادي الاهلي. والنادي الاهلي وجماهيره عاشق للبطولات، وده اللي اتعودنا عليه. فاحنا مش عايزين يعني تغيير في التشكيل مفاجئ. يعني مع كامل احترامي الماتش اللي فات كريم نيدفيد يعني مش في مستواه، بعيد عن الماتشات، بعيد يعني مش مركز نص الملعب. يعني عايزين اللعيبه اللي هي لعبت مع بعضها، توليفه اللي هي واخده على بعضها. وبعد كده لو حصل تغيير لا قدر الله في اصابه، فحصل تغيير اضطراري او خلافه، في الحاله دي يعني ماشي، يعني نشوف نبدل. لكن يا ريت البدء بالتشكيله الاساسيه للنادي الاهلي. انا مش هقولها، يعني مش هقول برضو هو كابتن كولر ادرى بكل لاعب وبحاله كل لاعب، بس رجاء تكون تشكيله مثاليه شويه لايه، للاعيبتنا لعيبه النادي الاهلي. والتاكيد على المدافعين، وانا عجبني الماتش اللي فات اداء يحيى عطله في الواجب او الشق الدفاعي، لان دور يا جماعه الباك الشمال في المقام الاول الدفاع، وبعد كده بقى يجي الهجوم. بس اهم حاجه تكون كباك شمال مدافع كويس. طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي، ولو نادي الزمالك كسب هنقول له الف مليون مبروك طبعا، واحنا كلنا واحد وكلنا اخوات وكلنا مصريين. ولكن انا يعني ايه عايز برضو رجاء من القائمين على الرياضه في مصر اسناد المباراه لحكم مصري. انا مش هقول طبعا مين، هم ادرى مني يعني اكثر درايه مني على بالحكام. يكون حكم عنده خبره يا جماعه، يعني اللعيبه طبيعي اللعيب بينزل مشدود، فبلاش الحكم يشده. يعني انت من وجهه، لو انا هتقول لي مثلا من وجهه نظرك مين ممكن الماتش الاهلي والزمالك اللي جاي ده ما نحسش بيه، يعني هيكون زي نسمه الهوا كده ويدير اللقاء بكل ثقه ما شاء الله، كابتن محمد عادل. يعني من الحكام الهاديه ما بتنفعلش، يعني اللي هو ايه هادي وقراراته هاديه، وما يعني ايه بيمتص حماس اللاعبين. كابتن محمد عادل. طبعا كابتن امين عمر برضو حكم مميز، وكل الحكام اللي راحوا الامارات مميزين. بس انا رايي برضو من وجهه نظري المتواضعه، عشان نخرج بالماتش ده ما يطلعش زي كاس السوبر الافريقي يكون فيه شويه تنشنه ملهاش لازمه.
يا ريت كابتن محمد عادل هو اللي يدير لقاء نهائي كاس السوبر المصري بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. هنروح شويه لعالم التنس الارضي. كلنا شفنا لاعب سينر كسب بطوله موسم الرياض ما شاء الله، وخد ما شاء الله 6 مليون دولار ما شاء الله، مبلغ يعني محترم، واكبر جايزه ماليه في عالم التنس على فكره. وشفنا المستشار تركي آل الشيخ اهدى اللاعب رافائيل نادال مضرب مرصع بالذهب العربي تقدر قيمته ب10 مليون دولار، اعلى من قيمه الجائزه اللي اتحطت للبطوله. طبعا موسم الرياض بيكون ممتاز في كل حاجه بيتبناها اي مسابقه، سواء كره قدم، سواء كره تنس ارضي، سواء مصارعه. بصراحه بتطلع صوره المحفل على اكمل وجه من حيث التنظيم وكل حاجه. انتظروني ان شاء الله. طبعا كان في ماتشات في الدوري الانجليزي، ليفربول كسب تشيلسي 2-1، بس انا مش عايز اطول شويه في الفيديو، فانا مركز بس على ماتش السوبر المصري ان شاء الله بين النادي الاهلي والزمالك. وزي ما نزلت لكم بوست من شويه، الماتش في حاله التعادل في ال90 دقيقه هنروح لوقت اضافي، مش هنروح لضربات الجزاء على طول، لا هنروح لوقت اضافي على شوطين لمده 30 دقيقه، وبعد كده ضربات المعاناه الترجيحيه على راي كابتننا الكبير كابتن ميمي الشربيني. اتمنى لحضراتكم ان شاء الله مشاهده طيبه للماتش باذن الله، وايا كان مين اللي هيكسب كلنا مصريين وكلنا واحد، ويعني كله بيخدم مصلحه منتخبنا المصري الوطني. شكرا.